مساء الخير عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ مش هطول عليكم في فيديو النهارده عشان عندي ماتش مهم جدا، هو ماتش باتشوكا وريال مدريد، فانا عايزه اروح الحق اتفرج عليه. ان شاء الله اي حد منهم يكسب، هما الاثنين حبايبي يروح قلبي. طيب ندخل بقى على الموضوع ونشوف هنتكلم على ايه النهارده، وكالعاده فساد علني. طيب المنطقي لو انا قلت لك انا هدي جايزه احسن لاعب، فانت هتتوقع كده بديهيات، لو انت مالكش في الكوره اطلاقا هتقول اكيد هتديها للاعب. هقول لك لا، الكلام ده يحصل في اي حته في الكوكب، ولكن احنا عندنا بقى كل جديد. النهارده هقول لك اوفر احلى، احسن لاعب هتتاخد الجايزه دي لاحسن حارس. انت متخيل؟ احنا عندنا هتلاقي كل جديد، كل الاوبشنز اللي انت ممكن تتخيلها. احنا ما بنحبش نمشي على الموضه، احنا بنحب نعمل ستايل جديد لنفسنا. فاحسن لاعب ويليامز كده حبيب قلبي يجي لي يقول لي انا نفسي في جائزه احسن حارس، اقول له حبيبي اديها لك، بس يعني لو هتقل عليك ممكن جائزه احسن لاعب مع احسن حارس، حبيب قلبي اديها لك. طب ده زيزو جاي اديها لك، حتى لو زيزو جاي اديها لك حبيبي تؤمر. مش احنا هنوقع نفسيه زيزو؟ مش احنا هنحطمه معنويا؟ هو ده المطلوب اثباته يا روح قلبي. فانا هستخدمك، يلا انا هديك الجائزه وهوقع نفسيه زيزو. خلينا نخلص منه بقى، مش عارفين نخلص من الواد، مش عارفين ناخده، بنتحايل عليه وبنبص الايادي وهو مش عايز يجي لنا، فنعمل ايه؟ نهدمه معنويا. الاشاعات مش واخده حقها معاه، بيعرف يطلع من الحوارات دي كويس. اللجان مش عارفه تعمل معاه حاجه، فنعمل ايه؟ ما احنا لازم نكسر نفسيته. اصل ما تقنعنيش ان احنا في الارض المقدسه، ما تقنعنيش ان مفيش حاجه بتتسرب. الطبيعي في كرة القدم بالذات اقل حاجة واكبر حاجة بتتسرب، فبأي عقل ان يعني الشرف هينزل دلوقتي وهنقول لا نو، مفيش حاجة تتسرب ابدا يا جماعة. اوعوا تقولوا لاي حد مين هيكسب الجوائز، اوعوا تقولوا لاي حد عرف هتبقى عيب، من فضلكم ما تقولوش. واحنا بنسرب اقل حاجه واكبر حاجه يا شيخ، ده احنا بنسرب عقود وبنسرب اخبار وبنسرب تمارين احنا بنعمل كل حاجه، ده احنا مفيش حاجه ما عملناش، احنا مش هنضحك على بعض. هو احنا عبط يا عصام؟ احنا مش عبط يا عصام. طبيعي انه تم تسريب الخبر ان زيزو حبيبي هتفوز بجائزه احسن لاعب، وعلى هذا الاساس دخل زيزو فتح دولابه لبس البدله سافر عشان هياخد جايزه احسن لاعب. حسين الشحات قاعد عشان هو عارف برضه، قال لك لا اروح ليه؟ فزيزو يروح. تعالى يا زيزو بقى عشان نكسر نفسيتك ونوصل للهدف المحدد. ما هو انت اقنعني انها غير كده، ولما تقنعني اديني دليل. اقنعني ان لاعب اول ما اتقال اسمه او حارس مرمى اول ما اتقال اسمه كل الناس قالت ايه هو مين ده؟ ده كل الناس. ده انا من الناس اللي كنت قاعده في كافيه ساعتها وبلف على الفيسبوك كده، الناس عماله تقول هو مين ويليامز يا جماعه، البوستات كلها مين ويليامز مين ويليامز. دخلت ادور ويليامز الاقي كسبان احسن لاعب واحسن حاجه. مين ده؟ عمل ايه طيب يا حبيبي؟ ايه الانجاز اللي عمله؟ هنتكلم بلغه الارقام حاليا، ولكن انت تعالى قول لي ايه الانجاز، ايه البطولات اللي هو حققها علشان يعلى على احمد سيد زيزو. طب مثلا اتوقعها انه لاعب، ولكن ان حارس مرمى ياخد جايزه احسن حارس واحسن لاعب، من اين لك هذا؟ يعني ودنك منين يا جحا؟ قال له هناك اهي، لفله قال له هناك اهي بدل ما يقول له هناك اهي. تعالى بقى نشوف الاهلاويه عملوا ايه اول ما زيزو اعلن ان ويليامز هو اللي كسب الجائزه على حسابه. الاهلاويه كلهم نسيوا ان حسين الشحات هو من ضمن المرشحين، وفرحانين جدا ان زيزو خسر. ولكن مش عجيبه شويه ان انتوا ما تعترضوش انه حسين الشحات ما يخسر جايزه زي دي؟ ده انتوا بتحموا له على طول، حتى لما الناس كتير بتطلع تقول لكم ده ما بيستحماش بتطلعوا تدافعوا عنه جدا، يعني انتوا بتحبوه قوي. فباي منطق تطلعوا مش فارق معاكم حسين وفارق معاكم زيزو؟ هقول لك انا، علشان انت عارف ومتاكد انه هي سبوبه. انت عارف انه بص يا اهلي، هي يا جايزه احسن نادي يا جايزه لاعب، فانت اهدى شويه يا حسين، منها انت ما تاخدش الجايزه ومنها نوقع نفسيه زيزو ونديها لويليامز اللي هو الحارس اللي مش معروف اساسا ده عمل ايه على الكوكب، فنفسيه زيزو تقع وانت تبقى بره الليله انت تماما، وندي الجايزه الاحسن لنادي الاهلي، احسن نادي بقى وكده. خرابي بطولات يا حلال يا حلال يا حلال يا جامد جدا. الله على خطه في منتهى الذكاء. عشان اللي هيقول لي بعد كده اصل انتوا عندكم نظريه مؤامره، احط صوابع ال10 في عينيه، مش الاثنين ال10، هديله بالكفين في عينيه. تعالى بقى نخش ليه لغه الارقام، وانا كاتبه علشان انا بنسى، اوكي؟ عشان بس اللي عاملين لي نفسهم اذكياء، انا كاتبه عشان انا بنسى وابقى مركزه اكتر في البوينتس اللي هتكلم فيها يا اللي ما بتفهمش. بص بقى،
اللهم صل على سيدنا محمد. تعالوا نبص على ارقام زيزو مقارنه بحسين الشحات، وهنلقي نظره على ويليامز. وقال لك خلال سنه. اوكي طيب، مشاركات زيزو 39 مباراه، 39 مباراه. طيب سجل 7 صنع 10، يعني اجمالي 17. طيب تعالوا نبص على الشحات، مشاركه 37 مباراه، سجل 5، زيزو سجل 7، صنع 9، زيزو صنع 10. اذا الاعلى مين؟ الاعلى زيزو، الاعلى على حسين الشحات. بديهيات، اصلها بديهيات. خلاص هتقولي اصلها بالبطولات ومش عارف ايه، هجيلك في قصه البطولات، انا هجيلك في كل حاجه، اصبر عليا عشان مش عايز اطول في الفيديو. تعالى بقى نبص على ارقام ويليامز اللي هو حارس مرمى، فانا مش عارفه بصراحه هقارنها ازاي بلاعب. يعني انا هقارن ارقام حارس مرمى بارقام لاعب إيه؟ انا مش فاهمه حاجه. ماشي تمام، انتوا وصلتونا لمرحله ان احنا مش فاهمين حاجه، ما بنبقى انتوا الوحيدين اللي بتفهموا كوره. اوكي انتوا جامدين جدا. ويليامز مشاركه 40، استقبل 14، شباك نظيفه 28، يعني اعلى من شوبير، اعلى من مصطفى شوبير. ما هو افضل من مصطفى شوبير، ولكن كحارس، ما هو انا مش عارفه اقارن حارس بلاعب، جديده عليا، ما شفتهاش قبل كده، فانا مش قادره. يعني انا مثلا، ما انتوا ما تجننوناش. يعني انا مثلا دلوقتي لو احنا بقول لكابتن حسين، والنبي يا كابتن حسين احنا عايزين مهاجم، فلقيته بيقول لي اجيب لك مهاجم ولا حارس مرمى. بس يعني لا بلاش دي. انا قلت له يا كابتن حسين، والله العظيم هتجننوني، انا قلت له يا كابتن حسين مثلا ايه، والنبي يا كابتن حسين عايزين ايه؟ عايزين مهاجم. هيقول لي اجيب لك مهاجم، بس اجيب لك مهاجم ليه؟ ده حارس مرمى ارقامه اعلى. يعني مين اللي هيلعب؟ يعني مين اللي هيلعب؟ ما هو انتوا دي خلطبيطه، بس دي شكشوكه، دي شكشوكه، دي مش كوره، دي شكشوكه، دي شكشوكه. البصل هنحمره ونديله وش كده، ونقوم مدخلين عليه الطماطم بس تبقى قطع، خلاص كده، والبصل برده يبقى قطع، السمنه تتحط قبلهم بس السمنه مش قطع، ونحطهم كده. اول ما السمنه تقدح حط لي البصل على الطماطم، وبعد كده افقش بالطين وحطها، قلب. شكشوكه، دي شكشوكه مش كره قدم. هي اثرت عليكم، دي شكشوكه. باي منطق عمل ايه ويليامز علشان يعلى على عمه احمد سيد زيزو؟ بص عشان ابقى هاديه، هنسال سؤال: لحد امتى هيبقى في فساد؟ لحد امتى هيبقى هدفكم الاساسي هو تدمير نفسيه اللاعبين، وبنتعامل مع اللاعبين ان هم ربط لاجل تحقيق مصالح شخصيه فقط؟ لان الموضوع بقى ما بقاش ارقام ولا بقى بطولات ولا بقى بطيخ، ده مصالح شخصيه، في هدف شخصي عايزين نحققه ازاي؟ حتى على حساب نفسيه لاعب ممكن يؤدي الى موت، وممكن لاعب كده من كتر ما هو زعلان يجيله كبسه على نفسه يموت، سكته قلبيه يموت، مش مهم، لكن تحقق مصلحتك انت الشخصيه. لحد امتى هتبقوا كده؟ لحد امتى هتبقوا كده؟ لحد امتى مش هنسلك من جوه وننظف؟ لو مش عارفين ننظف نجيب مجدي يعقوب يفتح، نطلع القلب نمسكه نغسله نديله غسلتين وننظف. ده انتوا عالم غريبه. قبل ما ادخل على الاخ سيد عبد الحفيظ، انا عايز اقول كلمتين بس لزيزو. زيزو مهما كانت لجانكم بتتكلم، مهما كانت المؤامرات اللي بتتعمل عليه، مهما كان ايا كان، انا بالنسبه لي وبالنسبه لجماهير نادي الزمالك كلنا من اصغر واحد فينا لاكبر واحد فينا مش محتاجين جايزه عشان نثبت ان زيزو هو الافضل. فالعبوا غيرها، العبوا غيرها، وعيشوا بقى في القرف اللي انتوا فيه ده، وعيشوا في الشتيمه، وعيشوا في اللجان، وعيشوا في الفبركه، وعيشوا في تدمير نفسيه الانسان، كلنا هنموت. يلا كلنا هنموت، كلنا هنموت. اما تقعد في قبرك لوحدك كده من غير فلوسك وجاهك ومالك وسلطتك وجمهورك ودنيتك اللي انت الهيلمان اللي انت فيه ده، ندخل كده القبر متر في متر كده مزنوقين، ساعتها بقول لهم انا موتت بني ادم، انا دمرت نفسيه بني ادم، انا عملت كذا، انا دخلت جوه النادي ده فرمطته وحاولت اشيل كل الناس اللي موجوده فيه، وفرغت الفريق وفرغت المدير الفني وعملت وسويت. ابو لهب بيتعلم منكم، اكل ماليه. ايه ده؟ ايه كميه الذنوب دي؟ الواحد حاسس ان هو عايش في وسط ذنوب. ايه كميه الذنوب اللي انتوا فيها دي؟ يا لهوي، كتفكم ما وجعكمش من كتر ما انتوا شايلين ذنوب على كتافكم؟ يا نهار ازرق، ايه ده؟ ندخل. تعالى سيد عبد الحفيظ، اقول لك كلمتين وهمشي، علشان انا اقسم بالله عندي صداع. مش شايفه قدامي، عايز اروح اتفرج، اجهز واروح اتفرج على الماتش ان شاء الله. باتشوكا تكسب، شكشوكه. اللهم صل على سيدنا محمد. والله العظيم لا تتحاسبوا، والله ورحمه ابويا لا تتحاسبوا، والله يا جدعان، ده متر في متر، ده انتوا على دي علاقه. سيد عبد الحفيظ
طلع مع مهيب. انا بس عايز اسالك يا دكتور، انت دكتور في ايه؟ علاج طبيعي ولا ايه؟ انت دكتور في ايه؟ هو اللي دكتور سعيد عبد الحفيظ بيقول بلا ماشي. سيد عبد الحفيظ بوم الطخ، لانه هو ما بيقولش حاجه مفيده الحقيقه والله، هو بيقول بوم طخ، يلا نبوم يلا الطخ يلا، والجماهير تسال ايه ده يا دكتور، ده انت جامد موت، يخرب بيتك الزملكاويه هيموتوا مقهورين منك. بوم الطخ 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 بوم الطخ الطخ، بس ما بقولش كلمه مفيده لله. تيجوا تقولوا لي انا اللي ما بقولش كلمه مفيده؟ ده انا جنبه قمر، ده انا جنبه قمر، جنبه نبغه مكتبه اسكندريه جنب سيد عبد الحفيظ. الشحات الاحق بجائزه الافضل في افريقيا، ابتديناها ضحك. ابتديناها ضحك. طيب الشحات الاحق بجائزه الافضل في افريقيا ما خدهاش ليه؟ بس رد وغطا على طول، سؤال ورد غطا. بص بقى على الضحك اللي جاي بقى، تعالى معايا خش عليا. الكونفدراليه ملهاش وجود. مفيش. اصل انت ثانيه واحده، الكونفدراليه ملهاش وجود، انا كاتبه بس تصريحاتك مش عارفه ارد عليك. الكونفدراليه ملهاش وجود. طب تعالى بس كده نرجع بالزمن. 2014 سيد عبد الحفيظ برضو، الكونفدراليه اصبحت مثل دوري الابطال. طيب بلاش دي. 2019 سيد عبد الحفيظ ما عنديش شيزوفرينيا والكونفدراليه اقوى من دوري الابطال. يعني 2014 كانت الكونفدراليه زيها زي دوري الابطال. طيب 2019 قال لك الكونفدراليه اقوى من دوري الابطال. طيب 2024 بقى نعلى بالريتم، ما احنا عمالين نعلى. لا قال لك اصبحت ملهاش وجود. بيقول لك ايه بقى؟ مفيش نادي هياخد الكونفدراليه ويبقى احسن نادي. اللي بياخد دوري الابطال، ركز، اللي بياخد دوري الابطال هو اللي بياخد احسن نادي. وده اعتراف صريح من الكابتن سيد عبد الحفيظ ان هم سرقوا لقب نادي القرن. صح ولا ايه؟ مهيب جه اتكلم معاه ورد عليه، راح قايل له لا اصل دي حقبه ودي حقبه تانية. سيد عبد الحفيظ المسافر عبر الزمن بيحدد على حسب اولوياته الشخصيه وعلى حسب احتياجاته وحسب مصلحته هو الشخصيه، بيحدد الكونفدراليه نحطها في اي حته. والحلقه بتاعت سيد عبد الحفيظ دي كانت مع مهيب هي اكبر اثبات على ان الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، وان لقب نادي القرن اتسرق من الزمالك باعترافك. ما انت اللي قايل اهو، نعيد لك التصريحات، انت اللي قايل في تصريحاتك اهو. اذا انت سارق اللقب باعترافك. فاي اهلاوي عنده ربع عقل سمع الحلقه دي هيقول لك بس يبقى نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي. انتوا بتقولوا ايه؟ بلح سمك لبن تمر هندي؟ ولا هو على كل لون يا باتيستا؟ على كل لون يا باتيستا. الكونفدراليه هتخليني نادي القرن الحقيقي؟ الكونفدراليه دي زيها زي دوري الابطال، بل اعلى من دوري الابطال وبلا بلا بلا. الكونفدراليه اصلها هتخلي زيزو احسن لاعب؟ لا، ده الكونفدراليه دي اصلا ملهاش وجود. الزمالك خد الكونفدراليه؟ لا ده ملهاش وجود. دوري الابطال اهم من الكونفدراليه. هي على كل لون يا باتيستا يا بصل ب2 جنيه ونص. صدمه باتشوكا، صدمه باتشوكا والله. مش هنقعد نغير تصريحاتنا على حسب مصالحنا الشخصيه ولا مصلحه نادينا. تصريحات بتبقى ثابته، تصريحات واضحه، لكن مش قال لك على امام عاشور ما اعرفش ايه وعمره ما يجي النادي والنادي عنده كرامه، واول ما جه قال لك نادي هتربيه في بيتي. يا عم اقعد بقى يا عم بقى. تصريحاتك اللي انت قلتها دي امبارح ما تثبت الا انه نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي. فميرسي جدا، اقسم برب العزه ميرسي جدا على حلقتك مع مهيب. دوري الابطال حاجه تانية خالص. اي جوائز فرديه او جماعيه عمرك ما هتاخدها من الكونفدراليه. طيب ويليامز خد دوري الابطال؟ قلت ليه؟ ويليامز خد دوري الابطال؟ لا ما خدهاش. طب خد سوبر افريقي اللي مش من ساعه ما خدناه ده وهو مزعلكم موت. طب خد سوبر افريقي ويليامز يا واد يا ويليامز، خد سوبر افريقي يا ولا؟ لا. طب ايه؟ طب على اي اساس العك ده كله؟ على اي؟ ما هو ده اسمه فيديو العك. على اي اساس كل العك ده؟ فاحنا نستخلص ايه من الفيديو ده بقى عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده؟ انا اسفه. انه كابتن سيد عبد الحفيظ المسافر عبر الزمن الدكتور بتاعهم طلع اعترف في حلقه مهيب انه نادي الزمالك اللقب مسروق منه، ونادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي. خلاص كده؟ ده اللي هنستفيده وده اللي هنمشي كلامك. خلاص كده، ده كلامك لازم يمشي المره دي، ده كلامك كده لازم يمشي بجد.
نستخلص من الحلقه الجزء الثاني انه الكوره لو فضلت بالنوعيه دي فهي هتدمر نفسيه لاعبين ولاعبين، واحمد رفعت مش هيكون الاخير. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله بعد ماتش الزمالك وسيراميكا.